غريبة إن كل الناس اللي حواليك والبيئة المحيطة بيك بتفكر بس في الدنيا ومتعتها وشهوات النفس وتحصيلها، وكل ما هو من مظاهر التعلق التام بالدنيا. مفيش مشكلة خالص إنك تتعب وتجتهد وتشتغل وتنجح وتروح على نفسك وتستمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك من مال وأهل وزوجة وأولاد وأصدقاء إلى آخر ذلك، ولكن بلا إسراف. لكن الحقيقة والتي لا أقول تخفى على أحد ولكنها منسية، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فقط لعبادته أولا ثم لتعمير الدنيا على الوجه الذي يرتضيه رب العالمين زي ما قلنا بلا إسراف. ثم بعد ذلك المرحلة الأخرى وهي مرحلة الموت، وهو أول مراحل المآل إلى الآخرة